السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الحب والأمل والتفاؤل، الطاقة الإيجابية مننا المتفائلة. زي ما انتم شايفين كده، النهارده هعمل لوتاية صيادية. انتوا عارفين ان انا بحب الصيادية جدا جدا جدا، وبحب يوم ما بعملها ببقى مبسوطة قوي. زي ما انتم شايفين كده، جايبة بصلة صيادية انا كنت عاملاها، وهعمل صيادية تانية برضو بصلة وهوريها لكم بتتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين، وجبت السمك غسلته حلو بالملح والليمون وزي ما انتم شايفين، وهعمله في طماطمايه. انا جبت الاول حلتين، حله للرز وحله للشوربه بتاعت السمك. بصوا حبايبي، الحله الصغيره اللي هي الجرانيت دي للرز، وحطيت فيها ميه، وحطيت في حله الستيل برضو ميه اللي هو للشوربه بتاعت السمك وللسمك. هحط شويه زيت صغيرين من زيت البصله الصياديه في الحله الصغيره، لان الحله الصغيره دي اللي هعمل فيها الرز. وهحط بقى بصله صياديه بس مش كتيره. هي طبعا طلعت كتيره وطلعت غامقه شويه، بس انا عايزاها افتح كمان، يعني كان كفايه دول. خلاص يا حبايبي، بحب اكونها تبقى فاتحه كده، بتبقى طعمها اجمل. حطيت حته صغيره بس ما كان لهاش لازمه. خلاص، ما تكتروش في الرز الصياديه، لا تعملوه بهتان كده ولا تعملوه غامق، ما بيبقاش حلو. هي طلعت يعني غامقه شويه. خلاص يا حبايبي، بس طالعه جميله وريحتها في منتهى الجمال، قلب البيت. الناحية التانية بقى هحط معلقة كبيرة، مش هيهمني بقى، معلقة كبيرة واحدة. وبعد كده هقول لكم انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، حطيت حتة كمان عشان انا عايزاها تبقى غامقة شوية، وهقلبها كده ادوبها. وطبعا بتدوب بسرعة. وبعد كده هحط ملح وفلفل وطماطمايه. معروف ان الشوربة، اي شوربة سمك بنحط لها ايه؟ شوربة السمك الصيادية بنحط ملح وفلفل وطماطمايه يا حبايبي. حاجه مهمه قوي الطماطمايه، لانها بتمتص الزفاره بتاعت السمك، او اي اكل بتمتص الحاجه، اي ريحه فيه، فبتبقى طعمها وريحتها طالعه جميله قوي. طبعا بنحط هنا فلفل وهنا فلفل. وبعد كده هقول لكم انا هعمل ايه. طبعا الصياديه اهو، جبت الطماطمايه مقطعاها كذا قطعه. هقطعها كده، افكها من بعضها كده واحطها برضو، وهسيبها تغلي بقى. لازم تغلي غلوتين الطماطم الاول قبل ما انزل بالسمك. انا بقول لكم طريقه الصياديه اللي انا بعملها، وكل مره بعملها وبتبقى شهيه وجميله قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. احط ملح في الرز على قد الرز اللي انا هعمله، واحط برضو ملح في الشوربه. انا عارفه المقدار قد ايه، عشان الشوربه ما شاء الله كتيره. فحطيت معلقه، وهنا تلات ارباع معلقه صغيره، يعني المعلقه مش كبيره قوي. خلاص، وهنغطي عليهم ونسيبها لما تغلي. خلاص، الطماطمايه استوت نص سوي، وهكمل سويها مع السمكه اللي انا هنزلها. طبعا زي ما انتم شايفين، لازم تكون الميه بتغلي، وانزل بالراس الاول. لو ما فيش راس مش مشكله، في ناس ما بتحبش الراس، لكن انا بحبها بصراحه، وكل مره اللي باكلها. وزي ما انتم شايفين كده، وبنزل بخمس قطع من اللوته. تحفه تحفه تحفه، والريحه خطيره خطيره خطيره. خلاص يا حبايبي. بصوا حبايبي، الصياديه ما بتتغطاش. سمكه الصياديه ما بتتغطاش، في كل فيديو بقوله. الصياديه، شوربه الصياديه ما بتتغطاش يا حبايبي. بتسيبوها بتغلي لغايه لما يستوي السمك، وبنطفي عليها ونغطي. خلاص يا حبايبي، يعني طول ما هي بتستوي ما بنغطيش، عشان الزفاره ما تطلعش وترجع تاني في الشوربه. ده يعني بص، ناس كبار اللي الله يرحمهم بقى وراحهم لحالهم. طبعا اتعلمنا منهم ان شوربه الصياديه ما تتغطاش، ولا شوربه الشوربه البيضه ما تتغطاش يا حبايبي. خلاص يا حبايب قلبي، اعرفوا الحته دي مننا المتفائله، واعملوها وقولوا لي رايكم ايه فيها. طبعا الناس زمان كانوا طبخهم جميل، وكانوا بيفهموا ازاي يطبخوا صح. فكانت الشوربه صياديه ما بتتغطاش الا لما تستوي، نغطيها بقى ويبقى خلاص طلعت الزفاره، وما عادش فيها ريحه وحشه. خلاص، هي طبعا الصياديه طالعه ريحتها جميله، بس برضو لو اتكتمت بتبقى في زفاره جواها. هي كده الزفاره بتطلع، وطبعا مشغلين الشفاط وبيطلع الريحه بره. خلاص كده هنسيبها بقى تغلي كذا غلوه كده، يعني تقريبا تقريبا من 5 ل10 دقايق. عشان السمكه طبعا حسب نوع السمكه، لو سمكه صغيره بتاخد 5 دقايق بس بعد الغليان. بعد الغليان طبعا. وبعد كده بتحط السمك وتستني ال5 دقايق ولا 10 دقايق حسب نوع السمك، الكبير او صغير، وبتطفى عليها وبتغطيها.
زي ما انتم شايفين كده غسلت الرز على قد الكميه اللي انا هعملها. طبعا الرز الصياديه بيحتاج ميه زياده شويه. وبعدين انا جايبه رز بياخد، يعني تحس ان هو بياخد ميه شويه كده اهو، ميه كتيره بس بيربي، يعني بتحس ان هو بقى كتير كده وحلو. هغطي على الرز، لا مش غطاها دي، غطا دي هجيب غطاها هغطي عليها. والصياديه برضو غلت خلاص، هطفي عليها. وزي ما انتم شايفين كده عايزه اوريها لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الجزله استوت خلاص، مسكت اهي ماسكه. لو احنا سويناها اكتر من اللازم بتتهرد وما بتبقاش عارفه تطلعيها. وخدوا بالكم قوي، السمك ما بياخدش وقت خالص. وكل ما بيكون مستوي يعني مش مهري كده بيبقى اجمل وشكله احلى. لكن لما يقعد كتير يستوي بيتهرى وما بتعرفيش تطلعيه، بيبقى ليه شكل وحش كده ومكسر وشكله وحش. خلاص يا حبايبي، خلاص كده انا كده هحطها وهطفي عليها وهغطيها، وهتشوفوا دلوقتي كده خلصناها الصياديه. والرز برضو هستنى لما يغلي اقلبه تقليبه حلوه، واروح مغطيه عليه وهو في ميه لسه. انا بغطيه عليه وهو في ميه. كده خلصنا. وهوريها لكم بقى الاخير، اخر حاجه، خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين غرفت الرز الجميل في اللي هي بتاعت الكريم كراميل والشوربه زي ما انتم شايفين كده. وشايفين شكل الرز جميل قوي، وحطيت ليمونه مخلله مع فلفلايه مع الشوربه والسمكه المسلوقه. طبعا انا بحط الدماغ، انا بحب الراس قوي قوي بتاعت السمكه اللوته. وكده خلصنا اللوته الجميله التحفه اللي انا بحبها. وشوربه خطيره خطيره، بنعصر عليها ليمون وبنشربها روعه روعه روعه. اتمنى تعجبكم وتحوز رضاكم. انا من الاكلات اللي انا بحبها برضو الصياديه اللوت. بجيب اللوته وبنضفها، انا اللي بنضفها. وزي ما انتم شايفين كده، وكانت عندي وعملتها وكانت خطيره خطيره خطيره. واكلناها والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك يشترك. وقولوا رايكم في قناتي مطبخ نينا المتفائله. يا حبايب قلبي انا بحبكم في الله، واتمنى لكم السعاده والهنا. وبقول لكم نصيحه: عيشوا بالحب بالامل بالتفاؤل بالطاقه الايجابيه زي نينا المتفائله. انسوا همومكم وعيشوا، حبوا نفسكم وحبوا كل حاجه حلوه في الدنيا ربنا خلقها عشان نتمتع بيها ونشوفوا الحاجه الحلوه. اما الحاجه الوحشه نداري وشنا منها ونقول يا رب احنا في نعمه. واذكروا نعمه ربنا عليكم ان احنا بنتحرك وبنتكلم. انا صوتي لما كان رايح في شهر رمضان كنت بحس بنعمه الصوت، ان احنا بنتكلم، اللي بنتكلمه كنت بطلع الصوت بالعافيه. فاعرفوا من نعم ربنا، ده حاجه من الحاجات اللي احنا لازم نحمد ربنا عليها. كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راجعوا كلام وقولوا رايكم ايه فيه. سلام.